دي حلوة الست دي. حلوة زي قمر، زي القمر. قلت لها شو بدي احكي، شو المسموح شو الممنوع، انا حاجة شيرين كل حاجة ممنوعة. قالت لي لا قولي اللي بدك. يعني صار فينا نعرف نحن شو اللي عم بيصير مع شيرين، لانه في كتير معلومات متضاربة، كل حدا بيحكي شيء شيرين بدها تنتحر، شيرين وضعها سيء صحيا، ما شيرين عن بدها تنتحر. كل شيء بحكي انا وياها عن انه هل حاول عمرو أديب حكى عن هذا الموضوع. عمرو أديب هو قال انا اتوقع انه شيرين تنتحر. هو يتوقع ليه؟ ليه بقى؟ عمرو يا عمرو انت بتتوقع ليه يا حبيبي؟ شيرين لا حبيبتي شخصية لا. شو قصة شيرين عبد الوهاب؟ ليش في معلومات متضاربة عن وضعها مع حسام وخيا وامها في لغز؟ انا كنت مع خيا حسب الفيديو اللي نشرته، بتعرفي انه يشيلها على المستشفى. بس انا عرفت منها بعدين انه فعلا خيا اجا ليا بالمطوة ضربها بالسكين وضربها كتير. في خي بيضرب اخته. شيرين ما بتكذب، شيرين بتعمل شو ما بدك بس ما بتكذب ولا تتصنع. درويشي كتير مثلي انا، يعني كل سلوكها بالحياة نحن مش بعضنا انا وياها على فكرة كتير. كرمال هيك رجعت لجوزها من ورا خيا. شافت عنده امان اكتر يمكن. انا حكيت شافت عنده امان اكتر يمكن. انا حكيت انا وحسام. بس هاجمتي؟ انا هاجمت لحسام طبعا. ولما حكيت انا وياه قلت له انا ما بعرفك ولا بحياتي شايفتك. كذاب؟ انا ما شفت انه كذاب وعم يحكي معي. هيدا حسام حبيب بحبها لشيرين او طمعان؟ انا برأيي بحبها كتير. لا مش طمعان. يعني مزبوط انه رجعت له لانه اكتشفت انه هيدا اللي بحبني وخيي بيأذيني. خيا اذاها وامها اذيتها. يعني على الاقل شيرين عندها حالة رعب. امي بتأذي بنتها؟ عندها حالة رعب من امها وخيها. هلا هل شيرين رح توصل لقناعة تاني فيما بعد نتيجة معطيات؟ ما بعرف. انا عم بحكي لك هلا شو عم بيصير. مش حدا يسمع هذا الفيديو بعد سنتين ويقول نضال قالت هيك. لا شوفوا التاريخ تحت الفيديو. لحد هلا شيرين مش قادر تستوعب، في صخرة جواتها تستوعب انه امها بتطلع بتقول انا مدمنة. هلا هي مش مدمنة، هي تتعاطى المخدرات. مش مزبوط.